حاجه، يعني هي حكايه وماتت وراحت لحالها. كتر خيرك. طب يا فهد يا بطل، لو عايز شغل تعال اشتغل معانا هنا. كتر خيرك يا حاجه والله، بس الحمد لله يعني انا ربنا كرمني واستلمت الشغل عند المعلم توفيق التمساح. وبتقولها كده في وشي؟ توفيق التمساح؟ طب اخوي ما تبقاش تيجي وتشتكي منه وتقول حقي برقبتي. وانت يا ولا زفت الطين، انت حكايتك ايه مع توفيق وابني؟ توفيق مين يا حاجه؟ حاجه انا اصلا معرفة فهد كده يعني على الله من بعيد وانت لبعيد. جابر؟ ايوه يا حاجه. جردل الميه ساعه وتعالى رش هنا عشان الدنيا صعدت على الاخر. بالسلامه يا اخويا، منك ليه؟ رش يا جاب. يلا ما رش. تبصليش كده. قال توفيق التمساح ايه؟ تجدحيا انت وهو. بتبيعني يا صاحبي؟ يا عم انت ما تعرفش الحاجه فايزه قدي. هتقطع عيش وتقول لي سلم على العربيه واتكل على الله. انت شفت وشها جاب 100 لون اول ما جبت لها سيره توفيق الزفت. بس بقول لك ايه، شكلها تطيق العمى وما تطوبوش. يا عم هو توفيق ده موصوف لك، ما تفكك منه وتعالى اشتغل مع الحاجه. لا، شغلي مع توفيق التمساح جاي على هوايا. في كيفك يا فهد، اعمل اللي يريحك. يلا روح. سلام. وبعدين معاكي يا آسيا. عمري ما كنت أتخيل إن ضياء يتخلى عني بالسهولة دي. ده حتى ما خدش وقت يفكر قدام مامته. ما انتي ما بتسمعيش كلام حد يا آسيا، كلنا قلنا لك ان ضياء ده لعبي. ده غير انك كنتي عارفه ان مامته استحاله توافق على ارتباطنا، يعني بسبب الحوارات اللي بينها وبين ابوكي. أنا كده مش هيبقى ليا حاجة أرفض بيها الجواز قدام بابا. يا ستي لو على العريس اللي بيقولك عليه شوفيه وريحيه، وبعدين احنا هنبقى نقعد مع بعض ونفكر بالراحه في حل للمشكله دي، ما تقلقيش. أنا مخوفني إن فايزة مامة ضياء ممكن تقول لبابا حاجة، ساعتها بجد هتبقى مصيبة يا حالة، مصيبة. بقولك يا آسيا، انت لازم دلوقتي تبقي مش بتفكري غير ازاي تخرجي من الموضوع ده باقل خساير. خد قلبي. أعوذ بالله. إيه اللي جابك يا نوال؟ مش النفقة بتاعتك بتوصلك كل أول شهر، عايزة إيه تاني؟ انت فاكر يعني ايه الكام مليم بتوع ابنك دول هيكفوه؟ ابنك يا حبيبي بيصرف شيء وشويات. مش ده اللي المحكمة حكمت بيه لما رحت رفعت عليه قضية وأنا في السجن وأنا ملتزم وبدفع؟ ليه؟ هو انت كنت عاوزني افضل على ذمتك وانت مسجون ولا ايه؟ لا يا